ومثل ما طلبتوا منا كلياتكم الجزء الثاني لكلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة. أنا اليوم جاي وبدي أفوز يعني بصراحة. يلا العيون كل شيء، العيون كل شيء برشلوني. مثل ما عملنا بالجزء الأول رح نسألكم 5 أسئلة نختبر فيها معلوماتكم عن الكلاسيكو. السؤال الأول مباشرة: من هو أكثر لاعب صنع أهداف في تاريخ؟ فورا ميسي، فورا حافظ. أهداف ميسي، صناعة ميسي، كل شيء ميسي. يلا يا بزير صدق. يلا يا برشلونية، وضعكم عندي هالمرة لازم بدي أفوز بإذن الله. عن جد إيه؟ مثل ما وعدتكم وضع عندي خلاص. هالمرة سجلتها أنت. إيه الثاني رح يضمنها بزير هلا أشوف. أبوه في شك إن الحكم مدريدي كمان هالمرة نفس الجزء الأول. السؤال الثاني: من هو أصغر لاعب سجل في الكلاسيكو في القرن ال21؟ رودريجو شي؟ لا. يا ميسي يا يامال، بس اليامال من عمره 15 بيلعب. يامال يا مان صح. الثاني على التوالي بإذن الله. يا رب لازم ركز. ضماني لنقطتين ورا بعض شيء أسطوري. كان قريب حلو حلو 90 يسار. المرة أنا زعلان وياك أبو زهير إذا ما رح تربح. أي فريق حقق أكبر فوز في تاريخ الكلاسيكو في الدوري الأسباني؟ بس اكثر فوز ريال مدريد، يعني طبعا اكيد ما راح يكون برشلونة. 8-2 نفس. بذكركم نتيجة انتم اكتبوها بالتعليقات. صح. روح أنا بس بدي شوف صد- لي اليمين اللي ما بترحم. روح ما بحسن اشوط على بعيد فيها، ما بتيجي معي. روح جرب. يا فنان لعمى يمين يا الله. ويك فوت لعمى زبطت ابو الزيك. زبطت حلوة. يلا أنا هلا حاسس بلشت الريمونتادا. الله يسترنا من سيناريوهات الأبطال عند الريال. يلا قبل السؤال الرابع في سؤال للجمهور. حلو. أي مدرب كمان حقق عدد انتصارات في تاريخ الكلاسيكو؟ جوارديولا. مورينيو. لا. جاوبوا عليه انتم. باين عليه سؤال صعب والله يا نتركه بسيم. لكم. عرفان تنقي. لعب مع فريق ريال مدريد وبرشلونة وسجل بقميص الفريقين في الكلاسيكو. الظاهرة. فيجو. لا. أعطيكم خيارين: لويس ميلا ولويس إنيركي. راح روح مع ميلا. انريكي. انا راح روح مع ميلا. ميلا. اوه روح. الله يستر. رح أعمل بيناتكم حجرة ورقة مقص. بما أنه السؤال الخامس هو سهل بصراحة وأنا ما حابب حدا يفوز، حابب تنتهي تعادل. رقم قص. حجر رقم قص. يلا روح. مين هو أول لاعب سجل هاتريك بالكلاسيكو داخل ملعب كامب نو في القرن ال21؟ مين غيره؟ الليو ميسي. بس في شغله بالجزء الاول انا شطت 3 شوطات، فانه شوط هلا 3 شوطات كمان ما عدل. شوطه لك كنت تستحقه. يلا يا بزوي. حلوه بس